السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة يعني وصفة النهاردة عاشورة. انا معايا هنا كيلو من قمح البليلة. بصوا شكله. انا هنا منقياه وغسلته مرتين تلاتة كده، يعني غسلته صفيت ميته وغسلته صفيت ميته عشان المية اللي نقعه فيها تبقى رايقة كده مش صفرة. هنا انا نقعته في مية مغلية وهسيبه بقى ايه كده لما ينفش او يفشر. تمام. بصوا بقى هنا كان مفشر اهو، وكانت الحبايه كبرت ونفشت. هبتدي ان انا اصفيه بقى من الميه اللي كان منقوع فيها، ومعايا حله تانية على النار حاطه فيها قد لترين كده من الميه يغلوا، وبعدين هنزل بقى ايه بقمح البليله اللي انا كنت نقعاه. طبعا انا نقعته وصفيته من الميه اللي كان منقوع فيها، دي ميه جديده خالص. غليت الميه ونزلت فيها بالقمح البليله بتاعي وسبته بقى يكمل تسويته. طبعا كل ما بتنقعيه اكتر ما بياخدش معاكي سوا. هنا كان استوى معايا وكانت الحبايه خلاص، عملت لها تيست كده لقيتها خلاص استوت في ايدي. جبت بقى الهاند بلندر كده ايه واديته يعني ايه طحنتين كده، على اساس ان انا مش عايزه برضو اخليها بيوريه، انا عايزاها يبقى فيها حب مطحون وحب سليم. هنا بقى معايا 4 لتر من الحليب. بعد طبعا ما طحنتها كده، يعني يعتبر طحنت نص الكميه، فيها حب سليم وحب مطحون. تمام. المحلات يا جماعة بتعمل كده. معايا هنا 4 كيلو من الحليب. هنا حطيت حوالي 3 كيلو ونص. طبعا زي ما انتم شايفين كده اللبن كان متلج، وحجزت حوالي نص كيلو او حجزت كوباية من الحليب على اساس ان انا ايه هعمل بيها حاجة في الاخر كده. حطيت هنا فصين من المستكة وحطيت عود قرفة خشب، وهنقلب بقى كده كويس. طبعا كل مقاديرنا سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجات صعبة وسهلة جدا. وكمان المقادير كلها بتنزل ورا بعضها، يعني كل حاجة هتحطيها هتبتدي ان انت تقلبيها وتسيبيها شوية على النار، يعني قد غلوة كده، وبعد كده تضيفي المكون اللي بعده. هنا بقى نزلت كمان بعد ما قلبت القرفة والمستكة وسبتها كده شوية قد 5 دقايق، نزلت بظرفين من الفانيليا. حابة تستغني عن عود القرفة مفيش مشكلة. هنا نزلت كمان بحوالي نص كوباية من الزبيب، بيبقى برضو حلو قوي جوه البليلة، بيبقى حلو يعني بتاكليه كده بينفش جوه البليلة، بيبقى طعمه حلو ومذاق حلو يعني. نزلت هنا بكيلو من السكر، وهعمل تيست برضو هدوقه كده، فلقيته برضو ان انا لسه محتاج سكر. طبعا انا عارفة ان طبعا الكمية دي عمرها ما هتاخد كيلو سكر، هتاخد اكتر، بس انا بشوف التيست ايه ناقصها كتير ناقصها قليل، فانا حسيت ان هي لسه ناقصها قد نص كيلو كمان، فحطيت شوبين من السكر. كده اخدت معايا كيلو ونص من السكر. قلبت برضو تقلبتين لغاية السكر مداب، وبعد كده نزلت بقى ايه بمعلقتين 3 من الكريم شانتيه، ونزلت كمان بمعلقتين من اللبن البودر الكامل الدسم. ممكن برضو تستغني عن اللبن البودر، وممكن كمان تستغني عن الكريم شانتيه، بس هي بتبقى حلوة بالحاجات دي، ممكن تستغني عنهم. دي هنا كمان بعد ما قلبت اللبن البودر والكريم شانتيه هنزل بقى ايه بمعلقة كده كبيرة من القشطة. دي قشطة بلدي. تمام. مطلعوها برضو من اللبن بس مش من وش اللبن، دي زبدة اللي انا بخفقها بتطلع زبدة فلاحي يعني. بصوا بقى هنا هنقلب بقى القشطة كده عشان تسيح. هنا كان خلاص العشورة بتاعتي كانت فيها ريحة القرفة، فخلاص انا طلعت عود القرفة ده اتخلصت منه. دي بقى كوباية اللبن اللي انا حجزتها من ال4 لتر، حطيت فيها 4 معالق من النشا. لكل لتر لبن معلقة نشا كبيرة، حطيت فيها 4 معالق من النشا وقلبتهم كويس ونزلت بيهم على العشورة. طبعا يا جماعة هنا طبعا انا عشان يعني يعني بديكم مقاطع بس كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا انا منزلتش بالنشا غير لما اللبن غلي والعشورة استوت تماما وكل المكونات اللي انا حطيتها ابتدت تستوي. نزلت بقى بالقشطة دي اخر حاجة. بصوا بقى القوام هنا عامل ازاي. شايفين الوش المكرمش ده زي الوش المكرمش بتاع رز بلبن المحلات بالظبط. بصوا بقى القوام ده يعني كفايه قوي عليها كده على النار. بصوا بصوا شايفين بقت حلوه ازاي. شوفوا. وكمان بيضه اهي بافتة
عارفين يعني ايه بيضه بافتة؟ يعني ما اصفرتش مني عشان غسلتها مرتين 3 والميه اللي نقعتها فيها ما سويتهاش فيها، عشان كده هي بيضه. تمام. اللي بيخليها صفرة الميه اللي انت ناقعه فيها بتسوي فيها. هنا جبت بقى الكاسات بتاعتي وصبيت كده كاسات واطباق الازاز. تمام. معايا بقى هنا ايه، علب بلاستيك طبعا اللي انا هخرج فيها العاشوره. البولات الازاز دي للبيت، وبقيه الكميه هتطلع ان شاء الله يعني ايه للخير. فممكن تعملي من كيلو قمح 4 لتر من الحليب، هتعملي حله كبيره زي دي، تفرحي بيها ولادك، وموسم حلو وجميل، وفي نفس الوقت كمان تفرحي بيها كل حبايبك. بصوا بقى، دي العلب البلاستيك يعني بتاخد حوالي كبشة ونص، كبشتين الا ربع، فطلعت معايا كمية حلوة جدا. انا كنت جايبة 50 علبة، ال50 علبة عملتهم كلهم، وكمان عملت حوالي 10 بولات من الازاز اللي هم ليا يعني للولاد. بصوا بقى هنا انا سايباها لما تبرد تماما، عشان ما ينفعش اغطيها عشان ما تعرقش. وبعد كده هبتدي بقى ان انا ايه احط بقى المكسرات على الوش. حابه تحطي مكسرات مفيش مشكله، مش عايزه تكلفي نفسك برضو مفيش مشكله. انا كان عندي مكسرات في التلاجة يعني ما اشتريتش، فقلت احط مكسرات زي ما احط للبيت احط للي هيخرج بره يعني. بصوا بقى هنا اهي شكلها بعد ما ابتدت ان هي خلاص بردت. باخد بقى كده يعني حاجه مكسرات كده، شويه صغنطتين، لان احنا كلنا يعني بنحب المكسرات بسيط. فحطيت كده يعني ايه لفتة كده، لفتة مكسرات بسيطة، ما حطيتش مكسرات كتير. بصوا بقى حطيت كمان حبة كده على الجنب، عشان برضو يا جماعة المكسرات على العاشورة كلها، على الطبق كله. كده انا اللي ما بياكلش مكسرات انا كده بوصله الطبق بتاعه خالص، فانا بحط على الجنب كده عشان اللي مش حابب ياكل مكسرات ياكل العاشورة ويسيب الجنب بس اللي فيه المكسرات. تمام. بصوا بقى هنا دي طريقة الزواق، او طريقة ان انا ايه ازين بيها. انا كده كنت خلصت كل العلب طبعا. اللي اتصور ده معايا، وانا طلعت علب قبل ما اصور كمان، عشان كنت عايزة اطلعها قبل المغرب، قبل الاذان المغرب ما يدن يعني، عشان انتوا عارفين ان في ناس كتير بتصوم اليوم ده عشان سنة. فكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.